خۆشحاڵتان لەبێت خوێندکارانی پۆلی هەشت بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان. وەکو ئەزان کە چوونەتە سەر وحدەی شەشەم و بۆ دەرسی ئەم جارەشمان النەحل والعەسەل. النەحل والعەسەل واتە هەنگ و هەنگوین. عسل النحل مادة سكرية عطيرة ينتجها النحل من رحيق الأزهار. واتا هەنگوین مادەیەکی شەکری خاوێنە کە هەنگەکان لە شیلەی گوڵەوە بەرهەمی ئەهێنن. تجمع النحلات العاملات رحيق الأزهار من الجبال والبساتين والغابات. واتا هەنگەکان شیلەی گوڵەکان لە شاخەکان و بێستانەکان و دارستانەکانەوە لە شیلەی ئەو گوڵانەوە کە لە دارستان و بێستان و دارستانەکان هەیە هەڵئەمژن و ئەیکەن بە هەنگوین. وتحمله بجيوب في أرجلها تسمى معدة العسل. واتا بەگیرفانێک کە بە قاچی هەنگەکەوەیە پێی ئەوتی گیرفانی هەنگوینی کە پێی ئەوتێ مەعیدەی هەنگوینی کە ئەمان هەنگوینەکە لە شیلەی گوڵەکە لەو گیرفانەیە کۆ ئەکەنەوە. يقوم النحل بتخزينه في عيون شمع سداسية. واتا دوای ئەوەی کە شیلەی گوڵەکان لەو گیرفانانەی قاچیانە هەڵگر کە پێوتە مەعیدەی هەنگوینی، دوای ئەوە چیەکەن ئەها کە لەم شوێنانەیە کە ئاماژەکرا ئەمە وەکو شەش پاڵوایە ئەلێرەیە دوای ئەوەی هەنگوینەکە وەکو لە ڕسمەکە دیارە ئەها لە قاچیانەوە هەنگوینەکە ئەکەنە ئەم شێوە شەش پاڵوانەوە کە دوایی بە مادەیەک دای ئەپۆشن بەمانە ئەوترێ شانە. ويختم عليه بأغطية شمعية. دوای ئەوەی ئەیخەنە ناو شانەکانەوە بە مادەیەک وەکو مۆم وایە دای ئەپۆشن. ويلجأ النحل أحيانا إلى رحيق الأزهار لتغذيته كما هي الحال في فصل الشتاء. زۆر جار هەنگەکان بۆ خۆراکی خۆیان پەنا ئەبەنە بەر شیلەی گوڵەکان بۆ خواردن بە تایبەتی لە وەرزی زستانە. والعسل معروف بكونه مادة غذائيا مهمة. واتا هەنگوین بۆ ناسراوە کە مادەیەکی خۆراکی گرنگ و بەسوودە. وقد أقر العلم الحديث بفوائده الصحية. حتى لا حديثيشا أماجي بيدرا وكا هنگوين ماديكي صحية وبو تندرستي مروف بسودة، إذ يقوي جسم الإنسان ويحوي مضادات الحيوية طبيعية. واتم ماديك يارمتي أكا لشي مروف بهز بيتو دجا بكتيرياي سرشتي شتيايا. في كل خلية تعيش ملكة واحدة مع مئات الذكور وآلاف من العاملات. واتل هر شانيكا شاژنێک هەیە و لەگەڵ هەزارەها هەنگی نێر و لەگەڵ ئالاف و هەزارەها چیش هەیە و سەدانیش عاملات هەیە، یعنی واتە ئەوانەی کە ئیش ئەکەن. لكل منها عملها ووظيفتها. هەرێکێکیان لەم هەنگانە چیان هەیە ئیشی و وەزیفەی خۆیان هەیە. فمنها من تخرج من خلية وتنتقل بين الأزهار لتجمع رحيقها. واتهنق لا هنگكان شي أكان أشن شيلي قلقان كو أكانوا. وتصنع منه عسلا لذيذا كهنجوني كي خوش ليدرستكن. ومنها من تحدث خلية وتدافع عنها. واتهنق كان لهنگكان شي أكان أجان لا شانك أبيت لشاني هنگكا. ومنها من تعتني بنظافة الخلية. وهني جيان أم جرينجيبا باكوتاميزي شانك أين. وكل نحلة تؤدي عملها بنشاط ونظام رائع. وتهري كده هنگا كان إشي خوي زور بباشي وبريكوبيكي أكات. أما الملكة فوظيفتها الوحيدة وضع البيض. وتشاجن إشي تيا تنهاج إشي هلكدانه.
فهي تضع أحيانا أكثر من 1000 بيضة في يوم واحد. واتاهن يجاري عن زيادة لا صاهي الكدانة تنهالا روجيكا في خلايا شمعية لا شاني هنجكا. وبعدها ب3 أيام دوي أوا بسيروش دوي أو كهلك كان دانا لا شاني هنجكا تخرج منها ديدان صغيرة تعتني بها العاملات حتى تكبر وتصبح شرانقة. واتا دوای ئەوە چییە کرمی بچووک بچووک عنی لە هێنەدەرەوە و چیەکە ئەو عنی ئیشکەرەکان ئەوانی کە لە ئەو بەشەی هەنگەکە چیەکە عنی گرنگی پێ ئەیەت و تا گەورە ئەبێت و ئەبێت بە گەورە ئەبێت. وبعد 12 يوما دوای 12 ڕۆژ تصبح شرانق نحلا يستعد للخروج من الخلية. واتدوي 12 ڕۆژ ئەم کرمانە چی ئەبن بە هەنگو لە شانەکان هێنە دەرەوە. النحل والعسل. عسل النحل مادة سكرية عطيرة ينتجها النحل من رحيق الأزهار. تجمع النحلات العاملات رحيق الأزهار من الجبال والبساتين والغابات. تحمله بجيوب في أرجلها تسمى معدة العسل. يقوم النحل بتخزينه في عيون الشمع السداسية ويختم عليه بأغطية شمعية. ويلجأ النحل أحيانا إلى رحيق الأزهار لتغذيته كما هي الحال في فصل الشتاء. والعسل معروف بكونه مادة غذائية مهمة. وقد قرر العلم الحديث بفوائده الصحية إذ يقوي جسم الإنسان ويحمي مضادات حيوية طبيعية. في كل خلية تعيش ملكة واحدة مع مئات الذكور وآلاف من العاملات، لكل منها عملها ووظيفتها. فمنها تخرج من الخلية وتنتقل بين الأزهار لتجمع رحيقها وتصنع منه عسلا لذيذا. ومنها من تحرس الخلية وتدافع عنها. ومنها من تعتني بنظافة الخلية. وكل نحلة تؤدي عملها بنشاط ونظام رائع. أما الملكة فوظيفتها الوحيدة وضع البيض، فهي تضع أحيانا أكثر من 1000 بيضة في يوم الواحد في خلايا شمعية. وبعدها ب3 أيام تخرج منها ديدان صغيرة تعتني بها العاملات حتى تكبر وتصبح شرانقة. وبعد 12 يوما تصبح الشرانق نحلا يستعد للخروج من الخلية. باوكم دو إيكا أم موضوعات بباشي خوينوا ليتيا جشتن تمارين كاني أبي حل بكرات. بسين التمرين يكم داويتشيكا استخرجوا من الفقرة الأولى الحقل المعجمي التصنيفي الخاص بالنحل. واتا لمقطعية كما لبشية كما تشتك بيوندي بهنجوين وهيا تو أينو سيت ليري. أستعين بالنص وبحواشي لأشرح ما يأتي. باوككم هنا كلمة خوي بجابوشي شرح كردوي أتواني سود لا نجور بقري لا مثلا لا كتابكوا. العسل أينوسي يعني شي. الرحيق معدة العسل. عيون الشمع مضادات الحيوية شرانق. شرحي أم كلمات عن أكل أم تمريني دواتريش باوككم أم سؤالان اللي كردتو جوابك أينوسي. أعلل أكل النحل للعسل في فصل الشتاء. الله روني بكرويا سببي خوارني هنجوين لورزي زستانة بوشي هنگا كان بناء بنبر خوارني شيلي يقول لورزي زستانة. أذكر فائدة من الفوائد العسل. دو سودي هنجوين أنوسي. أعدد 3 وظائف تقوم بها العاملات من النحل. واتا سي وظيفة بنوسكا عاملة كاني أي كان لا يعني أو بشكل هنگا كان بيانا وتا عاملات أوان سي إشي أوان بنوسة.
باوكەکەم ئەم کەلیماتان ئەم عیبارەتانە یاوێنێتەوە تو ئەبێ هەریەکەیان وەزیفەی یعنی ئیشەکەی بنووسی. وظيفة الملكة إيش ملكة شبو أي نوسي عدد بيوضها في يوم الواحد يعني واتلا وتمالا رجكا شن هلكا دانت شاجنكا مكان وضعها البيض لكوي هلكا كان كاتا كوا مدة خروج الديدان من البيض واتذكر مكان بشان روش يعني بي أجنو هنا درو من ديدان إلى شراني قلت معنى كلا ديدان وأبن بشراني أما شنيان أبي شان روجان أبي من شرانك إلى النحل لشرانك شوبو نحل شان روجان أبي تو أي نسي ما عبر التي أتخذها من هذا درتو لم درسو تشتك فير بويت أم سؤالي شان وقللوا كثرة الأفعال المضارعة في هذا النص بوشي فعل مضارع زور هاتو لم نصيا